أهلا وسهلا ومرحبا بكم مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو. ننقل لكم أجواء مقابلة أو مباراة الريال مدريد الأخيرة في الليغا الإسبانية على هذا الملعب سانتياغو برنابيو. مباراة توديع المدرب كارلوس أنشيلوتي واللاعب لوكا مودريتش. الجميع هنا لديه تيشيرت أو قميص لاعب لوكا مودريتش بالكرواتية والريال مدريد. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشكرا لكم. كما تلاحظون هكذا يحمل كاميرا ثقيلة جدا، لا أعلم لأي إذاعة أو قناة. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، شكرا جزيلا لكم. هذه هي أجواء مقابلة الريال مدريد ضد فريق الريال سوسيداد. هذا هو ملعب سانتياغو برنابيو الجديد. كما تعلمون مقابلة اليوم مقابلة شكلية فقط بالنسبة للاعب مانتي، اللاعب الوحيد الذي سيكون له قيمة هذا اليوم إن سجل الهاتريك. سيأخذ البيتيتي أو الحذاء الذهبي لينتظر مقابلة برشلونة وليفاندوسكي لعدم تسجيل أي هدف في المقابلة الأخيرة. هذه هي أجواء مقابلة أو مباراة الريال مدريد من ملعب سانتياغو برنابيو الجديد. سنقوم بجولة خفيفة على هذا الملعب العملاق. الجمهور بدأ يقطع الشارع. نعم، هنا أجواء حارة هذا اليوم. بدأ الصيف مبكرا، نحن في اليوم 24 من مايو. ارتفعت درجة الحرارة اليوم مقابل بأمس، كانت باردة جدا حتى أني لم أغير ملابسي الشتوية إلى ملابس الصيفية. ها هو ملعب سانتياغو برنابيو. قبل قليل وصلت حافلة الريال مدريد. الفيديو سأنشره على القناة الأولى من مدريد مباشرة. الآن يصلون ضيوف إدارة الريال مدريد، إدارة بيريز. هذا هو مدخل ملعب سانتياغو برنابيو لحافلة الريال مدريد. صورة أخرى من ملعب سانتياغو برنابيو الجديد. درجات الحرارة ترتفع إلى أزيد من 30 درجة. لقد هنا تباع التذاكر في سوق السوداء أزيد من 500 أورو. رغم أنها مقابلة شكلية، لكن الأسعار لم تهبط نهائيا، فقط في تصاعد مرتفع. مقارنة مع جو المقابلة أو جو هنا مشمس وارتفاع درجة الحرارة، لم نلاحظ مشجعين كثيرا مناصفة مع المقابلات الأخرى. سنتجه الآن إلى الباب. هنا متجر ريال مدريد، تيندا أوفيسيال برنابيو. هذا هو ممر دخول ضيوف الشرف على فرناندو بيريز، فلورنتينو بيريز. وسائل الإعلام متواجدة هنا بكثرة
دراسة تحركات النجوم أو المشاهير الذين يأتون لمشاهدة مقابلة الريال مدريد. هذا هو الباب. لوكا مودريتش من العالم الكرواتي. هنا تباع الأقمصة بأزيد من 180 أورو، أقمصة الريال مدريد. دائما أقول لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. هذه آخر مباراة ريال مدريد في هذا الموسم، سننتظر عودته في شهر أغسطس هنا في الموسم الجديد. الكل يحمل الراية الكرواتية والرقم مودريتش، لوكا مودريتش. كنت سأقوم ببث مباشر، لكن جودة الانترنت في المقابلات كهذه تنبطئ الجودة تقل وصبيب الانترنت يقل لوجود عدد كبير من القنوات الناقلة لمقابلة ريال مدريد وريال سوسيداد. كلما تواجدت عدد قنوات أكثر إلا وقل صبيب الانترنت أكثر. مع جميع المباراة ألاحظ هذه، أن في عند البث المباشر ينقص فقط الشركات الكبرى هي التي تأخذ حصة الأسد، بينما حصة لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. كما تلاحظون جميع بشرطات كرواتيا، مودريتش سيودعونه هذا اليوم والمدرب كارلو أنشيلوتي.